السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اكتشف ما سيحدث لو أخرجت رأسك من نافذة الطائرة. كثيرا ما نشاهد صورا لقبطان طائرة يلتقط صورة سيلفي وقد أخرج رأسه من نافذة الطائرة. تبدو صورة رائعة وجميلة، لكنها بالتأكيد غير حقيقية على الإطلاق، فهناك أسباب تجعل هذا الأمر مستحيلا. متوسط ارتفاع الطائرات في الجو حوالي 11,000 متر، وقد تعلمنا سابقا في دروس العلوم أنه كلما ارتفعنا للأعلى كلما انخفض الضغط الجوي، وكلما أصبحت كمية الأكسجين اللازمة للتنفس أقل وأقل. هذا هو السبب الذي يجعل مقصورة الطائرة مضغوطة من الداخل. من الصعب جدا أن يستطيع الشخص التنفس في مثل هذه الظروف، وهو ما يجعل إخراج الرأس من نافذة الطائرة أمرا مستحيلا. مع ارتفاع 11,000 متر ينخفض الضغط الجوي كما ذكرنا سابقا، كذلك تنخفض درجات الحرارة إلى 51 درجة مئوية، ومن الصعب أن يستطيع أي شخص احتمال هذا الانخفاض الحاد في درجات الحرارة. تبلغ سرعة الطائرة في الجو ما بين 878 و 926 كيلومترا في الساعة، وإن كان من الصعب أن تبقي يدك في مكان واحد حين تخرجها من سيارة مسرعة، فتخيل أن تحمل الكاميرا في الجو بهذه السرعة العالية. إن كانت لديك شكوك حول هذه النظرية، فسبق وأن حصل تشقق في نافذة طائرة محلقة، وكاد الهواء أن يسحب قبطان الطائرة، إلا أن مضيفي الطيران استطاعوا سحب ساقه، واضطر مساعد القبطان للقيام بهبوط اضطراري، وبعد الهبوط كان القبطان يعاني من قرصة برد شديدة وكسور عديدة. لذلك في المرات القادمة التي تشاهد بها مثل هذه الصور، تأكد أنها معالجة بمهارات الفوتوشوب ليس إلا.